في إحدى حلقات برنامجه العلم والإيمان بيقول الدكتور مصطفى محمود إنهم عاشوا فترة كبيرة من الزمن كل اللي وصل لهم عن الحضارة الفرعونية إنها حضارة وثنية تعددية، وإن عدد الآلهة 2800 إله، وده اللي بيذكر كتير في البرديات والهيروغليفيات بالفعل. ولكن لما بيتأمل دكتور مصطفى محمود في كتاب الموتى واللي يعتبر أقدم كتاب فرعوني، بيلاقي مكتوب أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وبيذكر في الكتاب على لسان الإله خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. وبيوصل دكتور مصطفى محمود بتأملاته إن ال 2800 إله دول ممكن يكونوا 2800 صفة من صفات الإله الواحد الأحد، واللي كان من مصلحة الكهنة انتشار فكرة التعدد عشان يبقى عندنا آش وأقر وأمون وغيرهم من الآلهة، عشان يبقى كل إله ليه معبد، وكل معبد فيه كهنة بيخدموه، وكل معبد بيوصل له قرابين خاصة بالإله بتاعه، واللي بيلم الغلة وبيستفيد منها في الآخر هم الكهنة. والحاكم أكيد من مصلحته تضارب الشعب في أمور الدين عشان ينشغلوا بالدين عن السياسة ومحدش يبقى داري هو بيعمل إيه أصلا. فلو قلنا إن التاريخ بيكتبه المنتصرين، فالمنتصرين في الحالة دي هم الكهنة والحكام. وبيقول دكتور مصطفى محمود إن الإله أتم اللي وصفه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض ده مطابق تماما لوصف سيدنا آدم. والاله اوزوريس اللي وصفه انه علم الناس الكتابه والتقويم الشمسي وتقسيم الفصول، وكل دي حاجات ذكرت عن سيدنا ادريس. والاله نوح اللي هو اله الماء والفيضان ومنقذ البشريه، ودي حاجات بتنطبق تماما على سيدنا نوح. وبيختم دكتور مصطفى محمود استنتاجاته بان هي زي ما جرت العاده، شخص عظيم بيموت بيتحول فيما بعد لاسطوره، ومن اسطوره اله بيعبد بشكل منفصل عن الاله الواحد الاحد. واللي ساعد في ده هو زرع فكره التعدد على ايدين الكهنه والحكام جوه الحضاره المصريه القديمه. وده بياخدنا لفكره تزوير التاريخ عموما بعيدا كمان عن الحضاره المصريه القديمه. التاريخ لا يكتبه الا المنتصرون، جمله قالها والتر بنيامين عشان يفرق بين مدون الاخبار اللي بيتاثر بالمنتصر والشيء الظاهري، وبين المؤرخ المادي اللي بيهتم بالإنسان عموما سواء كان منتصر أو مهزوم. طب إيه هي الحاجات اللي ممكن المؤرخين بسببها يزوروا التاريخ؟ عندنا مثلا الميول الشخصية، حاجة زي الحروب الصليبية لو دورنا عليها في كتب التاريخ الإسلامي هتلاقيها دايما بتوصف بأنها احتلال بربري غاشم. ولو رحنا بصينا في كتب الغرب الأوروبي هنلاقيهم بيوصفوا المسلمين بالعنف والقسوة، وإن يا عيني الحروب الصليبية دي كانت دفاعا عن الحريات. سبب تاني شهير هو التودد للحكام، ان المؤرخ هيكتب عن العصر اللي هو عايش فيه ويطبل للحاكم اللي موجود وقتها. يذكر ان في بعض المؤرخين كتبوا كتب فعلا عن الفترات اللي هم عايشين فيها وما كتبوش اسمهم عليها، لانهم كانوا خايفين ان الحاكم يعرف ان هم اللي كتبوها ويجيبهم ويعمل معاهم الصح. وعلى ذكر التطبيل للحاكم يحضرني قول الشاعر ابن هاني اللي كتب للمعز لدين الله الفاطمي حاكم مصر وقال له: ما شئت الا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار، فكانما انت النبي محمدا وكانما انصارك الانصار. استغفر الله العظيم. ابن هاني فعلا. ولو جينا بصينا على شخصيه زي سعد زغلول مثلا اللي دايما كتب التاريخ بتوصفه بانه مقاوم للاحتلال الانجليزي، هنلاقي في مذكراته الشخصيه في اول صفحه كاتب: ويل لمن يطالع هذه المذكرات من بعدي. وكان حريص جدا على عدم نشرها، ولكن شاءت الاقدار انها تتنشر بعد وفاته عشان نكتشف ان سعد زغلول كان صديق للانجليز. زي ما قال المؤرخ عبد الرحمن الرافعي: لقد بدأ الزعيم حياته السياسيه صديقا للانجليز وختمها كذلك صديقا للانجليز. حتى على لسان سعد زغلول نفسه في مذكراته انه كان بيقعد مع اللورد كرومر بالساعه وبالساعتين يتكلموا في مختلف الامور، وكان بيستفيد من كلامه وبينور طريقه السياسي. وبيقول الكاتب محمد حسين ان اللورد كرومر اختار سعد زغلول عشان يبقى وزير المعارف، واول حاجه عملها انه حارب فكره انشاء الجامعه المصريه. يا نهار ازرق، سعد زغلول اللي قعدنا نقول مناضل وبتاع طلع اصلا كان ضد فكره الجامعه المصريه. انا مش جاي اقول لك ان سعد زغلول شخصيه وحشه، بالعكس هيفضل يذكره التاريخ بانه مناضل ضد الانجليز، ولكن ده ما يمنعش انه شخص طبيعي يخطئ ويصيب. وارد انه في فتره ما تعاون مع الانجليز وبعد كده ناضل وكافح ضدهم. صعب نصنف الشخصيات التاريخيه الابيض واسود، لان معظم الناس رماديين بيعملوا الصح والغلط مع بعض، لان هي دي سمة البشر، وسمة التاريخ هي التزوير. لذلك واجب فكري على العلماء والمؤرخين انهم كل فترة يبصوا بصة جديدة على التاريخ، يعيدوا دراسته ويقوموه بذكر الحقيقة كاملة بدون انتقاص أو تزوير. وفي النهاية يحضرني قول الشافعي رحمه الله: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وبس كده. السلام عليكم.